اهلا وسهلا بكم في مكاني والشمس عنواني. بكون معاكم انا خالد زيدان كل يوم تلات الساعة 6 علشان نضحك ونلعب ونهزر وكمان نستفاد من شوية معلومات، والاكيد ان احنا هندوق اكلة ما حصلش زيها خالص. كل ده هيكون معايا. هنطلع لفاصل سريع جدا ونرجع، ما تروحوش في اي حتة عشان تعرفوا كل التفاصيل. ورجعت لكم بعد الفاصل ولسه مكمل معاكم انا خالد زيدان هنا في مكاني. وعايز اقول لكم دلوقتي ان جه ميعاد الاخبار اللي هي من ذا جلوكل. هنشوف شويه اخبار عالميه وحاجات حلوه كده كتير. يلا بينا على طول نشوف اول فيديو معانا. انا بحكي لك. انا بحكي لك. ملهاش دعوه بالانانيه يعني. فهمت؟ طبعا يا استاذ، طبعا يا استاذ، امال ليه كله غلط؟ صحصح معايا. مش هقول لك بالجد كده عشان تعرف. قلنا اكشن، ما تخش يا منير، انت بتاني هدومه. والمهم ان العمل يبقى طيب، ممكن انك تشوفه بعد كذا سنه وتحس انه لسه بيقول حاجه. لو عاوز يبقى رقاص. طبعا زي ما انتم شفتوا كده الفيديو ده عن يوسف شاهين، فاحنا بنحتفل معاكم ب 100 سنة يوسف شاهين. مش كل الناس طبعا بتحب يوسف شاهين، ولكن هو اثبت ان هو مخرج اكتر من عالمي. يعني مين ما شافش المصير وما اعجبش بيه جدا؟ النهارده لسه محدش عمل حاجة زي صلاح الدين، وافلام غيرها كتير، المهاجر وحدوتة مصرية. طبعا في شوية افلام زي حدوتة مصرية واسكندرية ليه واسكندرية كمان وكمان، والمجموعة دي كلها اللي محدش فاهمها لحد النهارده، كلنا ما فهمناهاش. ولكن يظل يوسف شاهين صاحب الأعمال الأقوى اللي مش هيتعمل زيها، وكان ختامها هي فوضى. فمجموعة أفلام كتيرة جدا جدا تتعدى ال60 أو ال70 فيلم. لو قلنا إن في منهم 20 فيلم إحنا ما فهمناهمش، ففي أكتر من 40 فيلم بجد ما اتعملش زيهم لحد النهارده. وأكبر يعني دليل على كده إن مازال 100 سنة وبنتفرج على أفلام منها، ويعني مبهورين بيها وهي اتعملت من فترة كبيرة جدا. فيعني الله يرحمه وذكر يوسف شاهين. اتفرجوا على أعماله مهمة جدا، وأتمنى إن احنا نعمل أفلام زي المصير وصلاح الدين والمهاجر، والأفلام اللي بجد تعتبر تاريخية وما اتعملش زيها. والخبر اللي معانا دلوقتي هو الذكرى ال15 لثورة 25 يناير. كل سنة وانتم طيبين. وطبعا كلنا عشنا ايام الثوره وبنحتفل بيها، وعدى 15 سنه يا جماعه، 15 سنه، عمر تاني خالص. فيا رب يديم علينا السلام والصحه والستر زي ما احنا متعودين في بلادنا الجميله ام الدنيا مصر. اما بعد كده الاخبار اللي معانا، ده اخر ابديت يا جماعه حصل علشان التكنولوجيا اللي حاصله دلوقتي. فالاعلان عن نظام لمراقبه جوده الهواء داخل المنزل وقياس مستويات الملوثات والجسيمات الدقيقه، وروبوت بينظف ويعقم الاحذيه بمعرض لاس فيجاس للتكنولوجيا. انا مش عارف التطور والتكنولوجيا هتاخدنا بعد كده لحد فين بصراحه. وكمان في خبر تاني بيقول ايه بقى الخبر ده؟ إيلون ماسك في مقابلة قال إن دراسة الطب ما بقتش مفيدة، لأن روبوتات أوبتيموس التابعة لتسلا هتتفوق على الجراحين لأن عندهم دقة ومش زي البشر بيحسوا بتعب أو تشتت. أنا مش مع الخبر ده خالص، لأن مفيش حاجة هتضاهي الخبرة بتاعة البني آدم أو وجود البني آدم نفسه، وإن كان بيغلط غلطات طفيفة ومش كل الناس طبعا. ولكن أيا كان تطور التكنولوجيا أو الروبوتات أو أي حاجة، مش هتوصل لمرحلة البني آدم نفسه. فيا إليون خليك في اللي انت بتعمله تسلا والتكنولوجيا بتاعتك، وابعد عن الجراحة والطب.
وفي خبر تاني بيقول معانا اوبن اي اي اعلنت انها هتحط اعلانات في شات جي بي تي النسخه المجانيه، والاعلانات هتكون تحت المحادثه ومربوطه باللي المستخدم بيتكلم فيه. يعني زي ما انتم شايفين كده، انا النهارده جايب لكم شويه معلومات عن التكنولوجيا اللي تقريبا بعد كده كلنا هنبقى في البيوت، يعني لو ربنا ادانا العمر مش هنحتاج نكلم بعض او اي حاجه، هيبقى كله ايه، نعمل كده وكده وحاجات غريبه. وخبر تاني معانا من شركة سوني اليابانية، أعلنت دخولها شراكة مع تي سي ال الصينية لتصنيع سلسلة شاشات بريفا في محاولة لخفض التكلفة، وطمنت عملائها إن جودة الصورة وتقنيات الشاشة مش هتتأثر. يعني هيعملوا لنا بعد كده بعد ال LED وال LCD حاجات تقريبا بقى يعني مفيش شاشة أصلا، هتبقى زي بروجيكتور كده، ونشوف بقى الدنيا هتبقى ماشية ازاي. بصراحة التكنولوجيا دي غريبة. أما ميتا فأعلنت تعطيل وصول المراهقين لشخصيات ال AI على تطبيقاتها مؤقتا لحد ما يصدروا نسخة جديدة فيها أدوات رقابة أبوية، وده بعد انتقادات لسلوك روبوتات الدردشة على منصتها. طبعا يعني الرقابة دي لازم تبقى موجودة ومهمة جدا جدا جدا، لأن في كمان ألعاب دلوقتي موجهة للأطفال يعني عاملة مشاكل كبيرة جدا وفيها إيحاءات مش كويسة خالص، ويعني لازم احنا كمان نشد الرقابة اكتر على الاطفال تحديدا. ودي كانت جولة في بعض اخبار التكنولوجيا الاسبوعين اللي فاتوا، وكده تكون خلصت اخبارنا النهاردة. فهنطلع لفاصل سريع وهنستقبل ضيوفي اللي منوريني في مكاني. ورجعت لكم بعد الفاصل ولسه مكمل معاكم انا خالد زيدان هنا في مكاني، وكالعاده بيكون دلوقتي ميعاد فقرتنا مع الضيوف اللي بيشرفونا وينورونا هنا في المكان. بس عايز اقول لكم على حاجه، للاسف الشديد كان عندنا ضيفه واعتذرت لان حصل لها ظرف خاص جدا، ربنا يقومها بالسلامه يا رب. ولكن هيفضل معانا الشاب الجميل جدا يعني الفاشون موديل اللي يعني عايز اقول لكم هنعرف منه حاجات كتيره جدا. وخبر كده حصري، هو كان يا جماعه متجوز 4، فاحنا هنستقبل دلوقتي محمد امين. ازيك يا فندم؟ يعني بعد ما اتجوز 4 دي عايز اقول لك كمان هنبص. ماشي. اتفضل. هتبقى حدث عالمي. حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ كله كويس؟ كله زي الفل. 4 يا وحش؟ مش وحش ولا حاجه يا عم. ليه بس؟ ما 4 ده انت ما شاء الله احنا عليك. مش مع بعض. ما اكيد طبعا. ياه، لا مش للدرجه دي. ورا بعض ورا بعض ورا بعض. اه. طب استنى احنا هنخش في ما الموضوع ده، خلاص. طب ما نتعرف عليك كده الاول ماشي. ونسلم عليك ونقول لك ايه رايك في مكاني. لا مكاني زي الفل طبعا. بامانه لا احسن. الشغل انا حصل كنت الشرف محضر منك لك معايا. حاجات كتير وحلوه، وكان هيبقى معانا برضو بنت كده فاشن. زي ما سمعت للاسف. ويعني معلش بقى ربنا اللي يقومها حصل. بالسلامه ان شاء الله. يعني يا رب يا رب تقوم بألف سلامه اللهم وتكون آمين. صحتها كويسه يعني. امين يا رب. ولكن هنلعب برضو وهنهزر أكيد. وهسألك. ومعانا الشيف اماني النهارده عامله لنا اكله حلوه قوي. متشوق. بالظبط، شامم الريحه. اه فهتبقى عامله لنا اكله حلوه قوي، هنقوم ناكل معاها ونجرب كل الاكل ان شاء الله. فالاول احكي لي بقى انت بتعمل ايه وبدأت ازاي وايه اللي حصل في اللبس، قول لي كده. هي بص، انا اصلا كنت على السوشيال ميديا بقدم كونتنت تاني خالص. اللي هو كنت انا ورقم 2 ورقم 2 من انت زوجاتي. مرقمهم. ما شاء الله. كنا بنقدم محتوى على السوشيال ميديا سوا. ايوه، كان ايه بقى المحتوى؟ ترندز، فاني ترندز. هي كانت اجنبيه. جنسيتها ايه؟ اوكرانيه. اوكرانيه. ماشي. فاختلاف ثقافات بقى. أيوة. كلها كانت رايحه في الساركاستيك واي، يعني المجال ان احنا هنضحك حلو، حلو. مش اكتر من كده يعني. ماشي. بس وبعدين انا ما كنتش حابب الموضوع، ما كنتش بحب السوشيال ميديا اصلا. ما بحبش ان يبقى كل حاجه على العلن اونلاين كده. فاهمني. وبعدين الواي بتاع الكابلز حاليا اون سوشيال ميديا يخلي دايما كل حاجه بتتشاف 50 50. أيوة، ممكن تبقى حقيقه وممكن تبقى ترند. بالظبط. وانا مش ده، فما كل شويه خناق او جواز او طلاق او يعني حاجه صعبه. فانا الموضوع ده ما بيجيش معايا، ما بتقبلوش يعني. تمام. اضطريت ان انا اكمل فيه يعني في وقتها. بعدين انفصلنا فانعزلت بقى عن السوشيال ميديا اولموست 2 سنين. فتحت صالون رجالي، صالون حلاقه رجالي حلو. والتزمت فيه وكده. ما شاء بس الله. ما حصلش نصيب.
الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. رحت زعلان متجوز؟ لا لسه. لا لسه. ماشي. قلت بقى ارجع للسوشيال ميديا تاني، حلو. فرجعت للسوشيال ميديا واتجوزت تاني. ماشي. بس ما بحسبهاش جوازه قوي لانها ما قعدتش 25 يوم. 25 يوم؟ اه ده ايه شغل السوجة 13 اللي انت لا عامله ده يا عم؟ مالك كده؟ ليه؟ بص. دي كانت جنسيتها ايه الاول؟ لا دي كانت مصريه. كانت مصريه اه. و25 يوم. اه طب ايه ده ازاي؟ احكي لي اكتر بالتفصيل، اموت في الديتيلز. في ديتيلز مش هقدر معلش. اصرح بيها، ماشي اللي وفي تقدر ديتيلز عليه. اقدر اقولها. في دي آه. بص، ده جواز الصالونات مشروع فاشل. ايوه دي كانت صالونات. جواز سامع يا الصالونات ماما؟ مش هقول لك اكتر من كده، اتفضل. جواز الصالونات مشروع فاشل. ايوه. جواز الصالونات هيبقى مشروع ناجح في حاله واحده بس. اللي هو احد الطرفين عايز يتجوز. لا، احد أمال الطرفين عارف انه فرصه في الحياه قليله. اه، فانتوا الاثنين شايفين ان انتوا فرصكم مش قليله اصلا. مش مساله كده. امال ايه؟ هقبل ان انا اتجوز واحده ما بحبهاش لو انا كراجل فرصي في الحياه ان انا اتجوز اللي بحبها قليله. ايوه. فهقبل اي حاجه بقى، فهتجوز تمام. صالونات، واللي اوكي. هتقبل بيا نفس طب ما انت عملت ليه نفس كده الموضوع. ساعتها بقى؟ ما هو انا بقى ها. كنت متجوز مرتين اجانب. اه الاولانيه كانت ايه؟ ما حكيتليش عن الاولانيه. ايه قول عادي. كانت اسبانيه. طب ما حلو الاسباني ما انا ده. عارف، بس ما هي قعدت قد ايه في ما هو انا الاولانيه؟ حاليا متجوز. مصريه. كل كلمه بتتعدى. ما هو لا، ما هو ده في في الماضي. المعلومه ايه. في الماضي. ما هو معدودين برضه. ماشي، الاولانيه بس الاسبانيه قعدت مم. معاها قد ايه؟ لا قعدت سنه. حلو. والاوكرانيه؟ 3 سنين. طب ما شاء الله دي طولت. مم. والاثنين ما جبتش منهم اطفال. حلو. والثالثه اللي هي 25 يوم. مم. والرابعه لسه مكمل اهو ان شاء الله. 8 شهور اهو. ما شاء الله. الاولانيه دي كانت عندك كام سنه؟ لو انا لسه 18. 18. مم. ده ليه؟ انت كنت بتعمل ايه؟ انت كنت في مصر هنا ولا كنت اه فين؟ كنت في مصر، كنت شغال في السياحه. حلو. هو اللي شغالين في شرم الشيخ طبعا. وقتها لا. فين؟ في الغردقه؟ في دهب. في دهب. ما آه. هو الجزء ده كله عموما. طب بس حلو، برافو عليك يعني، ما شاء الله. مش برافو، انا ما حققتش حاجه. يعني انا مش بحاول مشكلة. اوصل ان احقق حاجه، فاهمني. ايوه. هو بص، الجواز ده انت بتتجوز ليه، او انا هتجوز ليه، او اي راجل في الدنيا هيتجوز ليه؟ استقرار واسره استقرار وبيت واسره وكده. ونفسيا مرتاح مستقر. أيوة. بيتك عارف ان مروح في اكل، زائد ان احنا الراجل بيتولد مامته بتراعي لحد ما يتجوز، بالظبط الست كده. لازم يبقى في ست بتراعي الراجل. فانا بتجوز عشان ده يحصل، فاهمني. اكيد. بس في بقى بيجي معاه اكسترات انا مش عايزها. اللي هي توكسيك شكلك قوي. لا يعني انا مش توكسيك، أمال انا مش إيه؟ متجوز. بص انا راجل زيك والله، بس بحاول احسن بص، صورتك قدام المجتمع والناس. بس انت مش مديني فرصه. في مشاكل في مصر ايوه. كتيره في الجيل ده، ده حقيقي. في الجنريشن دي. حصل. ليه؟ لانه الموضوع بقى ما بقيناش زوج، بقينا اوبوننتس، او بنتنافس ده على حقيقي. الرياده، وده غير طب مش صح. أيوة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قانون الحياه بيقول ان الراجل يقود. ده حقيقي. ما هو بص، انا اقول لك على حاجه كمان، سوري لقطع كلامك لا ولا يعني. بس في الحته دي انا ضد، عارف انت الاندبندنت وومن دي من ساعه ما بقت موجوده قوي والدنيا هو باظت خالص. مفيش اندبندنت. لا في يا عم، ده هي هما كل ده واحده مصطلح، دلوقتي لكن بقت مفيش حد قدر يحققه، فاهمني. يعني لا، كل واحده بتشتغل وشايفه انها بتعرف تجيب فلوس ستيل نوت وعندها. اندبندنت، ستيل عايزه تتجوز. ما هو طبعا طبعا، بس برضو بقى عندها مقياس اكبر شويه انها عادي تعيش من غير راجل، ولو ان ده كذب يعني. عشان سورس او مصدر الفلوس ما بقاش الراجل. بالظبط. بالظبط. بس كده. وبرضو خلينا نقول ان في رجاله برضو مش الطف حاجه يعني. انا عشان ما قلتش ان الرجاله نعممش، كلهم تمام، يعني ده مستحيل. في جزء قد كده، بس قد كده صغنن خالص يعني، ما يكملش 2%. لا يعني انا شايف في رجاله كتير، في رجاله وحشين؟ كتير لا كويسين. ما ايوه، ما بقول الوحشين 2%. لا الوحشين اكتر، مفيش لا مفيش لا 5% لا لا لا, يعني. لا. دايما لا، دايما بص، انا بتعامل مع الناس كلها على الحياه، ده تماما أيوة. يعني 50 50. 50 50 لا 50 كتير. 50. لا 50 50. انت حتى انت بالنسبه لي 50 50، اتوقع منك الحلو والوحش. ما اكيد طبعا الاتنين. ماشي، بس في العموم مش 50 50. خلي النسبه الاحسن اكتر. المهم كمل بقى. كنا عند الزوجه الرابعه. بس الزوجه الرابعه بقى ده الحمد لله يعني. ربنا يكرمك يا رب. ايوه برضو ال 25 يوم دولت ليه كانوا قصيرين قوي كده؟ ايه اللي ما حصل؟ اتفهمناش يعني، هم ما كانوش هيبقوا 25 يوم، هم كانوا من يعني هو انت الصباحيه. دخلت على طول كتبت كتاب واتجوزت يعني؟ ما كانش لا. في فتره خطوبه؟ ما كان في تعرفتوش على 20 يوم بعض؟ فتره خطوبه. طب وانت ايه السربعه يعني؟ مش سربعه. امال ايه؟ طيب انا جاهز، بيتي مفروش، دنيتي تمام. ماشي. رحت لوالدتي، حلو. ست الكل، ايوه. عايز اتجوز، ماشي. ترشحي مين؟
ما انا كنت شايف بقى ان جواز الصالونات مستقرين. ايوه، قالت لك بنت طنط عفاف كويسه لا، هي جدا قالت لي انا جاي، انا ومنتظرة. عندي ليك عروسه بيضه عروسه بيضه كده انت بالحرف. بتجيب فراخ كده. لا انا كنت، لا كان قصدها على اللون. ما ايوه، ما انت بتجيب فراخ كده، مفيش حاجه اسمها عروسه بيضه، دي هي بني ادمه كويسه، هي ايه عروسه قالت، بيضه دي؟ هي كانت نيتها خير، يعني نيتها انتوا خير. عايزين تتجوزوا نيتها. واحده بيضه يعني، عندكم مشاكل مع هي الشعب؟ قالت كده. انا اوكي. بقول لك الرد اللي حصل. ماشي. فقلت لها يعني ايه؟ قالت لي اه. يعني تقابلوا مش عارف ايه وبتاع. اتقابلنا تمام، الدنيا زي الفل، وما أيوة. يعني في تقبل. حلو. بس مفيش مشاعر، مفيش مبدأ اللي هو هنعيش 10 سنين مع بعض. لا مش من مش البدايه انت عارف. لا مش اللي هو مش عارف ده يعني هقدر اعمل ده او لا مش هقدر اعمل ده. ما هو ده أيوة. بيجي بناء على المعامله واحنا لسه ما اتعاملناش. بالظبط كده، فانت قلت خد التجربه. اه بالظبط. ما شاء فاللي هو الله يمكن. عليك. اه. وقالوا لي بقى الحب بيجي بعد الجواز وبتاع. أيوة. مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. والله هي بتيجي عشره، بتيجي يعني حاجات تانية مش شرط حب. ما مفيش حاجه ايوه، بتيجي. ما انت اللي بيجي استعجلت. بص، اللي بيجي بعد الجواز الموده والرحمه والعشره، ما هو بس ده اللي بيجوا انا لو قلته. الحب موجود. لو أيوة. الحب مش موجود انا مش هقبل منك حاجه اصلا. ايوه ده حقيقي. طب يعني هقول لك على حاجه تانية برضه. يعني انت دلوقتي ما شاء الله ليك 4 تجارب. مم. هل كل تجربه انت بتحس ان انت اختلفت عن التجربه التانية؟ يعني في حاجه اتطورت اه فيك طبعا. ولا اكيد. يعني وبتصلح؟ يعني انت عرفت عيوبك فين في يعني الاولانيه؟ هقول لك حاجات مثلا. يعني انا مثلا في الاجنبيه الاولى ايوه. كنت جايب اجنبيه اخترت غلط فيها. لكن لما جبت اجنبيه كان الثانيه الاختيار غلط في ايه بالظبط؟ في ضوابط العيشه. اه، ما هي اجنبيه اه يعني فانا اه. لما جيت انقي اجنبيه تانية اخترت اجنبيه ضوابط العيشه عندها انا اعرف اتقبلها. اه، زي ايه بقى؟ يعني في ايه لبسهم اقل حاجه. مثلا؟ اقل حاجه طب ما انا لبسهم. عايز اقول لك على حاجه برضو، ما انت ممكن يعني ربنا يكرمك وتقدر تخليها تبقى مثلا مسلمه ملتزمه دي بترجع محجبه. بقى، دي يعني بص دي حاجات بالظبط كده. بتاخد وقت. وبترجع لتربيتها اصلا من الاصل في اكيد. بيتها عامله ازاي. واذا كانت على دينها ايا كان ايه ايوه اصلا متدينه فيه. ده حقيقي برضه. لان هي ممكن تكون على دين تاني وفي نفس الوقت مش ما تعرفش عنه حاجه. ايوه ده فهي حقيقي. اصلا مش فارق معاها لا ده ولا ده. بس معلش سؤال تاني. كانت اكبر منك بقد ايه مين؟ الاولانيه؟ الاولانيه خالص اه. كانت اكبر مني بكتير. كتير قد ايه؟ بكتير. يعني كنت 18 هي كانت 26 اه. يعني 10 سنين، 12 8 سنه، سنين 8 بالظبط سنين. اه. ماشي، والتانيه؟ لا كانت قدي كانت قدك. بالظبط. طب كويس. طب انت ليه يعني الاولانيه كنت بتدور عليها عشان يبقى في فرق سن كده يعني؟ يعني مش كنا، انا ما اتربيتش مع والدتي برضو فكنت بدور. بتهزر وتتكلم والله بجد؟ العظيم مش بهزر. اوكي ما ماشي. اتربيتش. ما هي الحاجات، بص الحاجات الطفوله بتطلع في الراجل لما بيكبر. ايوه. فانا ما اتربيتش مع والدتي فاهمني. فلما جيت انقي على ادور على حد دورت على حد فاهم اقرب له بالنسبه يعني ليا. يعني كان ربنا 26 سنه. يكرمك. المهم مرتاح في دلوقتي؟ حاليا الحمد لله. في اتم الراحه. يعني دي انسب اختيار اخترته في الاربعه. يعني ربنا يوفقك. طب في خلال ال4 تجارب اللي انت جربتهم ما حصلش اي تجربة انجاب صح؟ طب ده ما خلاكش ان انت بقى عايز تتجوز عشان حتى توصل لمرحلة الانجاب؟ انا مش، دي بتاعت ربنا ونعم مبدئيا. بالله طبعا، بس ده قصدي اولا. برضو ده ثانيا بيبقى بس انا قرار. شايف ان انا كأنا لسه في حاجات كتير قوي محتاج احققها قبل الخلفه. يعني مش عارف اقول لك ايه الصراحة، بس ربنا يكرمك كده او كده وتستقر وتستمر. انا استقر ان شاء يا الله. رب يا ما رب هو يا بص رب انا يا انا رب، وما نوصلش لمرحله الزوجه 13 دي، لا 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 لان لا لا لا. 25 يوم دي خطيره، دي شيلها من السي في يعني ما انا بقول انصحك. لك انا مش حاسبها جوازه اه فاهمني. بالظبط. هو ايه. الحمد لله أيوة. بس انت غلطه سافرت واحده. بره برضه؟ اه قعدت فين وقد قعدت ايه؟ في روسيا وقعدت كام سنه كده حلوين وجيت تاني. وفتره برضه ما بحبش اتذكرها خالص. برضه اه. احنا نلغي التاريخ القديم كله لا ونبدا من يعني في حاجات. انا زمان كنت مجنون شويه فاهم ايوه. الشباب. كنت طايش ما انت لسه شاب يا عم، صغير. في لا ايه بس انت؟ انا حاليا يعني 26 عمرا. ايوه. بس فكريا انا اهدى من كده انا بكتير شاب الحمد وعمري لله. 1000 عام. لا ايوه. اهدى، بقيت اهدى. ما لا بقتش ده استاذ بحب صلاح الخروج. جاهين، انا عادي يعني. احب الخروج، ما بحبش التنطيط، ما بحبش الصوت العالي، ما بحبش حلو. الزحمه. صحابي نفر اتنين غير الاول كويس. اتعرف على الناس واخرج واروح واجي واتنطط واسافر واصرف وبتاع. لا ما دلوقتي الموضوع اختلف تماما. اكيد طبعا راجل مسؤول بقى. مش لا قبل حتى ما قبل ما بهزر ابقى والله متجوز والله. بهزر. طيب ده بالنسبه لحياتك الشخصيه. تمام. وايه اللي بدأ بقى فكره الموديلنج وان انت؟ فكره الموديلنج لما خسرت اه. محلي. اوكي. لما خسرت المشروع اللي عملته بعد ما انفصلت انا والزوجه التانية. ايوه. لما خسرت المحل ما كانش قدامي واي تاني ان انا اجيب انكم غير السوشيال ميديا.
حلو. وانا كنت مش هعرف اطلع سوشيال ميديا بحضور غير حضوري الطبيعي، يعني مش هعرف اطلع بتعمل حاجه فيك او حاجه انا مش او حاسسها، كده. وفي نفس الوقت مش هستهيف نفسي عشان اجيب فيوز. ايوه. فانا بحب اعمل 3 4 حاجات في حياتي ثابته، بقف اللي هما؟ مطبخ، آه. بلبس كويس، حلو. بروح الجيم ما شاء الله. وبصلي. طب فصورت ال4 حاجات دول مم. وقعدت انزل فيهم. حلو. اكتر فيوز جت على الفيديوهات بتاعت اللبس. حلو. فابتديت اطور بقى في الموضوع. بعد 4 شهور شغل جالنا اول بروفيت بقى من الموضوع، ما شاء الله. فبقينا ندخل البروفيت في الموضوع، فنطور تاني اكتر نطور تاني اكتر لحد أيوة. ما النهارده الحمد لله. ايوه النهارده انت واحد من عامل اهم الناس استوديو. بتاعت الموديلنج. لا مش قصدي كده والله، قصدي ان لا احنا ليه؟ يعني دي انا حاجة حقيقية كتطور انا وبالأرقام، يعني عملته إحنا في هنكذب؟ الاستوديو عندي. ايوه دي كانت خطوه كبيره قوي بالنسبه لي، ان انا بالظبط، يبقى عندي لوكيشن بالظبط. بتاعي واستوديو ودريسنج روم زي كده، والحاجات دي بالنسبه لي كانت وده شد الجمهور وخلاهم يعرفوك بشكل شخصي علشان انت عامل حاجه مختلفه. الحمد انت لله. عندك جمله مشهوره اللي هي تعالى ناخد جوله ناخد جوله في دولابي. ناخد جوله في دولابي، دي يعني دي بقت حاجه بتاعتك يعني سيجنتشر، فدي حاجه كويسه جدا. طب برضو هرجع بس معلش للاربع جوازات. فهل انت اصلا كنت بتتجوز الاجانب علشان عندك حلم السفر وعايز تسيب مصر وكده كانش نص قدامي غيرهم. الناس لا كان انا سافرت اصلا 16 سنه. اه ف... فانا في وسط الاجانب وانا 16 سنه. اوكي. فده الستاندرد. ايوه ايوه مفيش أيوة. مصريين، مفيش مرجع مصريين اشوفه اصلا. فلما أيوة. اخترت ان كنت بعدين 16 سنه، اه فاي واحده هتقول لي هلو لا اي لاف يو. على طول 16 سنه سيادتك هعمل أيوة. ايه؟ أيوة. فاهمني؟ وبلد منفتحه بقى فانت شايف الدنيا لا منفتحه غير. ايه؟ مفيش حد مش منفتح، الدنيا منفتحه ما كلها بالظبط، بعدين. ما بقول لك شايف الدنيا غير. طب تنصح بايه الناس اللي مثلا لسه صغيره داخلين يتجوزوا، يعني في حته الجواز والخبره بتاعت الجواز دي يعني؟ تكتبش قايمه. تكتبش قايمه، ده بس اللي تنصح بيه؟ لا انا مع القايمه طبعا، ده حقها، هي مش بنت ناس ولا يا باشا إيه؟ لا افرش بيتك. ما هو ماشي، ما هو افرش بيتكم بيتك انتوا الاثنين. بس لا افرش بيتك كله. ما هو لا ده موضوع تاني، انت فرشت بيتك وجت هي بشنطه هدومها ده المطلوب، ما ادفع لحقها- مهر، بالظبط شبكه ومهر، وما تكتبش بس قايمه. كده. لكن وافرش بيتك بمستطاعاتك. لكن لو ليها بقى، اصل برضو لا انت انا بقول دلوقتي لك النهارده مش اي حد عنده القدره ان هو يفرش بيت كامل. انت لو بتتكلم في بيت صغير 3 اوض وحمام ومطبخ، فده دلوقتي ال3 اوض دول بمبلغ وقدره غير الريسبشن والدنيا، يعني فاهم؟ ما يتجوزش. ما يتجوزش. ما مش قادر هو يفرش يا بيته ما يا يتجوزش. كده يا كده، ما يمضيش قايمه ويتجوز يا بجد ابيض والله. واسود. والله لا. لا يا جماعه ما تسمعوش كلامه، طب أقول لك الدنيا ليه؟ لسه بخير طب أقول وفي لك ليه؟ جوازات كويسه وربنا يطمن كل الناس وتتجوزوا وتخلفوا وتعيشوا حياه مستقره ويبقى الراجل راجل طب اسمعني طيب. وبيشتغل. استنى انت بس. ويرجع البيت يلاقي الست قاعده في البيت، لو بتشتغل قبل الجواز تكمل كده حته صغيره لحد اما تخلف، وبرضه تبقى مع بيتها وعيالها وجوزها. هو ده اللي فاضل لك في الاول وفي الاخر، جوزك وعيالك. ماشي. اي حاجه تانية لا. ماشي. اتفضل اقول حضرتك. لك ليه. قول لي ليه. هو لو الراجل مش أيوة. قادر انه يدبر حياته في فتره زمنيه معينه، انه يقدر يفرش البيت. أيوة. فهي لو ساعدته في فرش البيت، هم كده الاثنين داخلين على عيشه مش حلوه. ليه؟ لان أيوة. هو حاليا لسه مش مستطيع انه يفرش بيت. فهو عشان يتجوز اصلا لازم أيوة. يبقى قادر انه يفرش بيت. اكيد. لازم. لا مش فإيه؟ يعني لا، مش لازم. ما هو بقى بص، احنا برضو عندنا شويه حاجات، خلينا نكون كده عقلانيين وحقانيين. احنا عندنا حاجات اوفر. أوكي. ما هو مش لازم يخش في سفره 18 كرسي واوضه الضيوف ماشي. وريسبشن مش عارف عامل ازاي، أوكي. وشاشه 59 60 بوصه. أوكي. يعني في حاجات برضو هو يفرش بمستطاعه هو. بالظبط. انا قادر اجيب 1 2 3 4 5 ويفرش على كده. اللي أيوة. تقبل بده هي اللي تتجوزها. ايوه. هي دي اللي تتجوزها. ليه بقى سيادتك؟ لان هو لو هو فرش اللي هو قادر يجيبه، وهي فرشت اللي هي قادره تجيبه، حلو. ووالد العروسه ساعد ووالد العريس ساعد، حلو. هل العريس اللي هو الزوج ذو المسؤوليه اللي شال الشأن ده ايوه هنا كده كان قادر انه يتجوز؟ تمام. في دايره حوالين منه كده ساعدت. وانت عندك 18 سنه كان بيتك عامل ازاي؟ مين اللي جاب البيت، انت ولا هي ولا انتوا الاثنين مع بعض؟ كنت عايشين في شقه ايجار وانا اللي بدفع الايجار ما هو ده طبيعي ان انت تدفع الايجار، لكن العفش وما الى ذلك. كنا عايشين في شقه مفروش. تمام. ايجار مفروش، وكنت ده بدفع فلوس كده. ماشي. انا كنت شغال في بلد مش بتاعتي. بس الحقيقه اسهل فهأجر شويه مفروش. في حته ان هي يعني الحاجات مش عندكم نيش على الاقل يعني. ماشي. ده انت بتتكلم، ماشي انت بتتكلم على الاجانب. طب ما انا دلوقتي متجوز مصريه وبرضه من غير قايمه وفرشت بيتي بالكامل. ما شاء الله. ما هي بقى دي حاجات تفاهم بسيطه مش يعني مساله متفاوتة. تفاهم. مساله ايه؟ مساله ان لما انا والدي يساعدني ووالد العروسه يساعد والعروسه تجيب نص الحاجات دي، أيوة. الاثنين دول هيتجوزوا هيمروا بايه؟ هيمروا بضائقات ماديه غير طبيعيه. ده حقيقي. طب الراجل في الضائقات الماديه بيعمل ايه؟ بياخد جنب.
الست في الضائقات الماديه بتعمل ايه؟ خانق. صوتها بيعلى وبتتخانق، الاثنين دول هيجرى لهم ايه؟ ينكدوا على هيتطلقوا. بعض. ده ماضي على نفسه ايه؟ قايمه، اشوفك في محكمه الاسره. بالظبط كده. ليه ما تمضيش قايمه؟ افرش على قد مستطاعك، قادر تفرش يبقى قادر تتجوز، مش قادر تفرش ما تفكرش في جواز. ايوه. بس افرش هو مش وادفع ده مهر. السبب يعني، برضو هو لو في رضا ولو في يعني عشرة حلوة كده ما بينهم، وان هم ناويين يبتدوا حياة وربنا يكرمهم، مش هيفكروا في كل الحاجات دي ماشي يا الصراحة. خالد، تمام يا خالد، بس برضه انت طبيعي ولوحدك قاعد بتصرف قد كده، أيوة. مرتبك قد كده، ايوه. اكسترا بيرسون اللي جاي ده ايوه. فين حسابه؟ ما هو ربنا موجود يا حبيبي انا وهيرزقكم لو نعمه بالله، وهيكرمكم. بس فين حسابه؟ انت مرتبك يكفي اتنين؟ ما هو دي بقى حاجات مش بتاعتنا، طب ما هو اصلا يعني المرتب ما... اللي يكفي واحد ده، ما هو طالع منه قسط العفش اللي انت اتجوزت بيه، طب ما هو طالع ايوه. منه قسط انا مش مختلف الاجهزه. معاك، فاهمني؟ بس في حاجات ربنا بيسهلها يعني، هي كل طبعا ده الدنيا انا ما عنديش صعبة اختلاف فيه، كل ده ما عنديش وكده، ده اختلاف فيه. اكيد. بس في اثناء المشاكل ايوه. القوايم بتترفع، ايوه. والملايات بتتفرش، أيوة. وبيبقى الحل بالبلا. لا احنا نكلم لك صدقني. رضوى الشربيني، انت محتاج تروح تقعد معاها مش مش مساله معايا رضوى احنا. الشربيني، صدقني والله هي بقى العظيم ايه، مش تاخدك بتكلم في غسيل كده. ومكوى بكلمك في تجارب وتحلوا انا موضوع خضتها، القايمه اصل ده انا مع بعض. مش بكلمك من منطلق ان انا طالع اقول اي كلام، انا عشت أيوة. ده وعشت ده وعشت ده وعشت ده. اه. يعني اتجوزت مصريه بقايمه، اتجوزت اجنبيه من غير حاجه خالص بدبله. أيوة. بالظبط، ما هم اسهل. فاهمني؟ هم اسهل، ده حقيقي. بدبله اتجوزت، من غير دبله اتجوزت، بقايمه اتجوزت، من غير قايمه اتجوزت. اصح اختيار في اللي حصلته بالنسبه لي انا في الاربعه ان انا اتجوزت من غير قايمه، دفعت أيوة. مهر، دفع دفعت مهر، مهر. وفرش دفعت كام شقتي، مهر؟ وامضي مؤخر. دفعت كام مهر؟ دفعت اللي دفعته بقى، لا دفع كام عليها يعني؟ الدنيا دي، الدنيا كلها تحت رجلها. ماشي، يعني بس انا دايما. بجيب لمين؟ بجيب لمراتي، مش بجيب عشان تبقى مراتي. ايوه. في فرق في المقوله بين اجيب لمراتي اه. وبجيب عشان تبقى مراتي. جبت شبكه؟ طبعا. ماشي، افرض حصل لك ضائقه ماديه لا زرد يا باشا. واحتجت الشبكه، لا. هتديها لك وتصرفها هي وكده؟ اه. من غير الضائقه من غير الضائقه الماديه خالص. انا بص، طيب ما هو في تفاهم انا وحب، جيت، هم ده ما اللي هو احنا انا بقول بنتكلم لك، فيه بقى. ما هو هي القصه في الست والراجل، بس يبقى أيوة. في ستيبس صح اتاخدت، في خطوات صحيحه بتتاخد، مش ده اي حقيقي. حاجه في لا اي لا حاجه. لا طبعا، لا ليه؟ طبعا. لان معظم شباب مصر اللي بيتجوز دلوقتي بيتجوز لغرض، والجواز اصلا غرضه حاجه تانية خالص. ده حقيقي. ده حقيقي. يعني جواز الشباب غرضه حاجه، الواقع بقى من الجواز غرض تاني خالص. ايوه. هو بيهتم بالغرض بتاعه، ياخده شكرا. باظت ده فكر حياته. يعني طفولي شويه. باظت الحياه كده بالنسبه ده له. حقيقي. هو الحياه بالنسبه له على بره، هو انزل اقعد مع اصحابي على، يا عم لا مفيش. انت في فرد من البيت خلاص، انت مسؤول منك قدام بالظبط. ربنا، قدام الناس، قدام لا يعني. يعني هي بتعمل الذنب، انت بتتحاسب عليه. اكيد. ايوه. فكون واعي لده، وكون واعي ومدرك كم المسؤوليه، بس بالعقل، مش أكيد. بالاحكام ومش طب درست حاجه في الفاشن، او يعني بقيت مطلع على مثلا تثقفت اونلاين وكده، وقريت وتثقفت، وانا اصلا بحب البس كويس من زمان، وبحب اكومباين حاجات غير عكس بعضها، وبحب البس ستايلات معينه كده. ايوه. فعرفت اكومباين واطلع حاجات كويسه الحمد لله يعني. طب كويس، تعالى العبك لعبه كده سريعه. طيب يلا ايه بينا. رايك؟ يلا بينا. ماشي، ليها علاقه بالفاشن ونشوف بقى خبراتك. ماشي يلا. جاهز؟ ربنا يستر. ودلوقتي جه ميعادنا مع ايه يا جماعه؟ تعرفوا ولا اعرفك عليه؟ تعرفوا. بص، في الفقره دي المفروض كان بيبقى فيه تحدي زي ما قلت لك، وكان في قبلها فقره بس احنا مش هنعملها. اوكي. فهي دي اسهل، لان انا هعرض لك شويه صور. ماشي. الصور دي بتاعت مصممين عالميين، فانت راجل بتاع فاشن، ماشي. فهنشوف هتعرفهم ولا لا. اوكي. ما عرفتهمش هحكم عليك. يعني مين ده ما مثلا؟ اعرفوش. على طول ما كده. اعرفوش. ايه، فكر شويه. فكر. ما اعرفوش. هو البراندات العالميه كلها. give me a choices طيب. يعني مثلا ده نقدر نقول عليه ايف سان لوران، او كريستيان ديور. واحد من دول هو يعني. يعني ما انا بوديك اوبشن. ماشي. ولا ما أقول خلاص، لك هو مش التالت اللي في، هو يا الاولاني يا ليه؟ هو التاني. لسه هقول لك اربعه. قول لي اربعه. يعني انا قلت لك مين؟ ايف سان لوران ولا وكريستيان ديور. ولا اسمه ايه التالت؟ قول معايا. قول معايا. اللي هو مش هو. لا، ما هو لا، ممكن يطلع هو والله. قول معايا. رالف لورين. باتيك فيليب. لا. شفت انا بساعدك اهو. رالف لورين. لا برضه. باربري. كريستيان ديور، احنا قلنا كريستيان ديور. ماشي، هو ايف سان لوران. لا مش عارف. هو اي ثينك. هو هو اول اسم صح انت قلت. اول اسم صح، متاكد؟
عايزين نتاكد من المعلومه برضه. انا متاكد الصور كلهم داخلين على بعض. جواب نهائي. جواب نهائي. اه ماشي نعتبرها لك صح عشان مش متاكد من المعلومه الصراحه. نسيت. ماشي يا جماعه، الصوره اللي بعدها. ها بقى ده بقى مين؟ كريستيان ديور. ده كريستيان ديور متاكد؟ اه ماشي ده كريستيان ديور شاطر. الصوره اللي بعدها يا جماعه برضه. لا ما اعرفهاش. دي ايه، فيكتوريا سيكريت؟ تبقى لا مصيبه. لا. تبقى مصيبه لو دي فيكتوريا سيكريت. مين دي؟ فكر فكر. هي في نفس طب براند الكوليكشن. ايه، حريمي او ميك اب حريمي أو ورجالي وبرفانات، دي كلها براندات عالميه. آه، مش عارف. جوتشي. جوتشي. ما اعرفش مين دي. فكر. انعام سالوسة. مثلا كوكو شانيل مثلا. شبهها. ما هي دي كوكو شانيل. شبه الكوكو فاهم. والله دي ست كوكو شانيل بذات نفسها. الصورة اللي بعدها. هو ده الشانيل. ايوه. ها. على فكرة الاولاني ما كانش ما كانش يف سان لوران. اه. امال كان مين؟ مش عارف بقى، هقول لك ده مين. يبقى ده يف سان لوران. صح عشان ده فرنساوي، ده صح. الاولاني كان أنا بالانسياجا. الاي كيو عندي في السما. ماشي الاولاني بالينسياجا. اه ده أوكي. ايف سان لوران. ده يف سان لوران. شفت بقى. ماشي. دي عرفتك على الناس بتاعت. بس انا قلت دي من غير ما انت تقولها. أنا بجد قلت لك ما إن عشان ده قلت يف لك سان لوران. الاولاني ما كانش ايف سان يبقى لوران. هو ده اكيد. فاحنا دلوقتي بما انك عرفت وما عرفتش منهم، ماشي هنلعب معاك ايه حكم كده لطيف يعني. ماشي. فانت عارف الحكم اللي هو ايه دلوقتي، مثلا بالانسياجا بيعملوا مش عارف ازاي وديور بيعملوا ازاي في الشوتينج، يعني في الصور كل واحد بيبقى ليه شكل. فانت هتعمل لنا واحده كات ووك كده حلوه. كات ووك. ايوه ايه، مش انت راجل بتاع فاشن؟ لا دي بس سهلة الراجل أوي. ما بعملش كات ووك. وهتزود عليها، لا هتعمل كات ووك، هتمشي هنا تعمل لنا كات ووك، وهتزود عليها البوزز بتاعت كل براند بالشكل اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا، اللي هو مش صح. ادي عندك الكنبه وادي عندك المكان، فاعمل ماشي. انا ما كده. بعملش انا اصلا مش بعمل شوتس. ما عندنا بقى هتعمل شوتس، ده الجديد. اسمع مني حكم، انت عرفتش كل الناس. ده كده ده على الهادي خالص، ده انت حظك. ماشي اوكي. ماشي. اعمل ايه؟ اتفضل ابدا يا إيه إزاي؟ باشا اهو، هتيجي هنا وهتمشي كده لحد هنا، كات ووك موديلنج كده فاهم. علم الشباب. وبعد اتعلم كده مين؟ انا وبعد كده تعمل لنا بقى البوزز الغريبه بتاعت الصور اللي انا ما هي بعملش بوزز غريبه. انا هعمل لك اللي لا، ما بتصور احنا بيه. عايزين بقى اللي هي بتاعت اللي احنا بنشوفها، ما يعني هو شفت أنا بقى- بالانسياجا ما هو أنا يبقى بصور قاعد وعامل كده ويفهم قاعد ما انا عامل بصور كده. لنفسي ليه؟ عشان أيوة. انا ما بعملش لا الحاجات ما دي، هو ده بعمل حاجات حكم، ده حكم، مختلفه. انا ماليش دعوه، ده طب حكم. انا هجرب. يلا بينا. ماشي. انت همشي كده واجي هنا بالظبط. في السنتر. ايوه صح كده. وبعدين اعمل تو بوز. ماشي. اوكي. بس غراب على على الكاوتش هنا كده، ماشي. يعني نعمل بوز على الكاوتش كمان. اللي هي الحاجات الغريبه دي. يلا وانا هعلق عليك. وانت هتعلق عليا. بالظبط. ماشي. ودلوقتي معانا محمد امين بيتمخطر، بيورينا الاوتفيت بتاعه الشيك، مستوحي من اسلوب السبعينات او الستينات. موضه الشارلستون رجعت تاني. البنطلونات الواسعه اللي احنا بنقول عليها دلوقتي ايه، مسمينها ايه البنطلونات دي احنا دلوقتي؟ ده تailored pants. هو ده بالظبط اللي هو pleated كان pants. شارلستون يا جماعه، ما اختلفش كتير، واسع من الرجل وكله بقى واسع. لا ده pleated pants. ماشي. مع قصات الشعر الجديده. برعايه جروم روم. برعايه الجروم ايه؟ جروم روم. جروم روم. مم. اتفضل حضرتك. ماشي. بس خلاص. وطبعا مع الجاكيت الجلد الخطير بتاع حنفي القبهه. لا تاني جينز. ايوه ماشي مش مشكله، انا بهزر يعني، انا بجد بقول اللي انا بقوله ده بجد. عادي. ماشي. طب اتفضل. ادينا بقى ايه اللوك بتاع ديور. ديور ما شفتوش بس ماشي. مش مشكله، هم يعملوا اي حاجه. هما بيعملوا اي كده. بالظبط. ايوه. بالانسياجا بقى. لا عايز كده سبورتاج في رجلي. مش مشكله، اتخيل. ما اعرفش بيعملوا ازاي. لا، أنا بجد مش عارف بيعملوا ازاي. نايم على الكنبه وانا مش ماشي. كده. ما اعرفش بيعملوا ازاي. وهنطلع فاصل سريع يا جماعه، ونرجع مع الشيف اماني في المطبخ ونشوف محضر لنا النهارده ايه من مكاني.
ورجعت لكم بعد الفاصل ولسه مكمل معاكم انا خالد زيدان هنا في مكاني، وجه دلوقتي ميعادكم مع ايه؟ الشيف اماني فين يا شيف؟ في مكانهم. في مكاننا احنا في مطبخ مكاني. ايه الاخبار؟ عامله ايه يا شيف؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله كله زي الفل. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله والله. يعني كلمينا عن الشياكه النهارده ايه كده. رايك؟ شفت حلوه؟ ده حلوه جدا بجد؟ والله العظيم. حسيت انها تبقى الوان كتير قوي على التي في، بس طلع شكلها حلو ايوه فعلا. طبعا. ده انت كتري لو عندك حاجات من دي بقى كل مره كده واحده ايه. سفروني امريكا على حساب البرنامج وانا هجيب الحاجات دي. ودي دعوه مننا الاثنين شنجن. انا ما عنديش، لو هي عندها مش عارف. امريكا غير شنجن. ما لهاش شنجن لا، امريكا فيزا ليه؟ لوحدها. فيزا لوحدها هي، غير وانجلترا برضو فيزا لوحدها. ايوه لا انا كده هتعب في حياتي. هي يعني الشنجن لوحدها وامريكا لوحدها ولندن لوحدها، ده حقيقي. يوكي لوحدها. طب يا شيف محضره لنا ايه النهارده؟ بص بقى. مصري. ايوه اتفضلي. مكسيك بقى. مكسيكي. اه. اوكي. دي اكله مكسيكيه اسمها تشيكن كاسادية، بتاكلوها في كل الكافيهات، كل المطاعم تلاقي دايما في الابيتايزرز كده كاسادية ايوه اللي هي بتعمل بعيش تورتيه. فاحنا معانا فلفل الوان طبعا. ماشي. اي حاجه مكسيكي لازم فلفل الوان. لازم. والتوابل المكسيكيه اللي احنا عملناها من مرتين فاتوا قبل كده، اللي هي حلو. البابريكا السموكت وكمون، تاتش كمون، باودر أوكي. توم، باودر بصل، ملح وفلفل. حلو قوي. بس كده. ماشي. ميكس جبن. وبواقي بقى فراخ بقى صدور وراك مسلوقه مشويه مش فارقه، بس المهم تبقى متبله قليل يعني. حلو نقطعها بقى كيوبس، نقطعها نسايل، نقطعها وات ايفر. انا هنا قطعتها بسكينه جست راندم كده يعني. تمام. اوكي. شكل عشوائي يعني يا جماعه. أيوة. ايوه. حطي هنا التاتش بتاعنا العربي ده. وميكس جبن ماشي. موزاريلا وشيدر. اوكي. او شيدر بس او موزاريلا بس وات ايفر. حلو. دي حاجه انا ما كتبتهاش بصراحه مكونات، بس هي دي للتقديم يعني. دي أوكي. بتبقى دي صلصه برضو مكسيكي اسمها بيكو دي جايو، صلصه على البارد دي بتعمل على اسمها البارد. ايه؟ بيكو دي جايو. بيكو دي جايو. ايوه. حلو. بيكو دي جايو دي هي أيوة. بتتاكل مع كل اكل مكسيكي، بتتحط على التاكوز، بتطلع مع الدقوس بتاعهم يعني. حاجه زي كده. ايوه هي والله العظيم طماطم. يا جماعه انا يعني مش هتكلم عن نفسي كتير. كمل دي يا شيف. طماطم أوكي. وبصل. ماشي. انا هنا استخدمت بصل احمر، انا بحبه اكتر في الني. تمام. وفلفل اخضر بس قليل قوي. أوكي. وهالوبينو اللي هو المخلل ده. الحراق. ايوه بس بنحط منه يعني حاجه حاجات قليله طفيفة. قوي يعني. ده مثلا الكوبايه دي كلها واخده 4 قطع، فاهم؟ رينجز ماشي. يعني. ماشي. تقطع كله صغير 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 صغير. ايوه. وعصره ليمون. بس كده. بس كده عصره ليمونه بقى. يعني ليمونه. هو طلع دلوقتي كله ما يقولش ليمون، دي ليمونه. بجد؟ ايوه والله. هي المفروض ليمون اصلا. لا هم دلوقتي بقى كل الفيديوهات بتاعه الاكل وكده يقول لك وايه وعصير ليمونه كده يعني. أوكي. حاجات جديده. عصير ليمونه. بالظبط. وساور كريم اللي هي وساور الكريمه كريم. الحمضيه. اوكي. هي بتاع هايل، لو مش هايل. موجوده ممكن نستخدم بدلها زبادي او جريك يوجرت، اللي هي زبادي اليوناني، اه لان هي شبهها قوي يعني. ماشي. هنبتدي. يلا بينا. اتفضلي يلا يا بينا. شيف. وكالعاده هتلاقوا كل التفاصيل دلوقتي او كل الانجريدينتس بتاعه الوصفه موجوده على الشاشه لو حابين تطبقوها. ودي بجد وصفه سهله جدا، واساسها ان انتوا لو عندكم في البيت بواقي اكل وتحديدا بواقي الفراخ او اللحمه تقدروا تعملوا الكاساديه. كاساديه. وعيش تورتيه. وعيش سينا. تورتيه ده يا حاجة جماعه ده مهمة اهم جداً. حاجه، لان ده اللي هناكل فيه، اللي هو يبقى معمول كده ده اللي وفيه الاكل هنحشيه في وبيبقى نحشيه شكله جواه حلو. وانا كنت فاكر الكاساديه دي هي التاكو، ولكن الشيف قالت لي لا التاكو ده حاجه تانية. ان شاء الله في مره تانية نبقى نجربه. ده اسهل من الكاساديه التاكو ده. طب يا شيف انا هسالك سؤال بره الاكل واحنا بنعمله، عشان انت كنتي حاضره معانا وكده أيوة. كده ضيفنا هيجي لنا كمان شويه. الضيف. بالظبط كده. وسمعتي معلومه جوز الاربعه. اصل انا صدمت. بالظبط. وانا بقول كده معاكي ليه تحديدا يا شيف؟ عشان انت عندك تجربه حياتيه، ان انت حكيتي لي ان انت كان زواج حضرتك كان في سن مش صغير على ده عكسه حقيقي. تماما. ده حقيقي، انا اتجوزت كبيره. بالظبط. فقولي لي بقى يعني اما سمعتي فكره 16 سنه. لا ده كان انا بقى كان زماني اتجوزت بقى 16 ده مره ما شاء الله مثلا. دلوقتي بتجوزي احفادك لو ده كان حصل يعني. وانا كمان، ما هو انا معدي ال 30 برضو، فالموضوع رهيب. انا اتجوزت 38. ايوه.
لا ما اكشلي شاء الله. اتجوزت لا سوري 38 ده اول بيبي. يعني أنا الاول انا اسقف لك جدا ان انت عندك الاريحيه بتاعه العمر وان انت تقولي على ده. لا عادي، ايه فدي المشكله؟ مش كل الناس لا عندها القابليه دي، ولا مقدره حجم ان كل وقت وليه يعني رونقه وحاجته واحتياجه. لا هو انا لو ما كنتش عشت حياتي بالطريقه اللي انا عشتها على فكره، انا سافرت حول بالظبط. العالم الحمد ما شاء لله. الله ما شاء الله. اشتغلت شغلانات كتيره جدا. انا ما كنتش فاضيه يعني. ايوه ايوه، بس انت اللي كنت قصدتي تبني مشغولة. حياتك عشان ده تنبسطي. حقيقي ده حقيقي. بالظبط زي ما انا كده، فمش هنندم ان شاء الله يا جماعه، مش هنندم. نعيش ننبسط نشتغل. لا على فكره كل حاجه على فكره ان انا بقعد اقول انا صرفت فلوس كتير قوي في السفر بصراحه، ده خلاني دلوقتي يعني مش عارفه اصلح عربيتي، ولكن ما ندمتش خالص على اي مليم صرفته في سفر بصراحه. اكيد اكيد. السفر يا جماعه لو تقدروا تسافروا، سافروا حتى على تترددوش. فكره حتى في مصر يعني. بالظبط. في مصر برضه بالظبط. يعني انا في الكورونا على فكره قضيت سنتين الكورونا دي سافرت كل حته في مصر ما شاء الله. كلها بقى، رحت مرسى علم ورحت سهل حشيش والغردقه حلو. وشرم الشيخ والاقصر واسوان. دول وحيدين مسافرات. لا لازم يا جماعه، بجد بجد بجد. ودهب، سبحان رحت الله. دهب طبعا تحفه. يعني بجد احنا عندنا في مصر كميه اماكن. لا لا it's والله beautiful. والله والله الشيف سافرت بره وانا سافرت بعض الدول، فبجد عندنا اماكن مش موجوده بره، وروحوا هتلاقوا كميه اجانب عايشين هنا فيها. لا عايزه اقول لك بالذات بقى احلى حاجه مرسى علم. تحفه. ايه ده؟ تحفة. ايه تحفة. ده؟ يعني مرسى علم دي يا جماعه جنه. ده حقيقي ده حقيقي. يعني عندي اصحاب على فكره راحوا المالديف، وانا ما آه. رحتش المالديف بصراحه، بس عندي اصحاب ولا راحوا لسه. المالديف بعيدة وراحوا أوي. مرسى علم وانصدموا من جمال البحر. ايوه ايوه ده حقيقي. يعني معلومه لحضرتك ولكل الناس ان احنا عندنا في مصر في مرسى علم شط من الشواطئ اللي مصنف السادس عالميا على مستوى العالم. يعني فاهمين احنا كام دوله على مستوى العالم؟ عندنا شط واحد في مصر السادس، ده بس في مرسى علم، غير بقى في حتت كتير جدا. يعني انتوا لو رحتوا الاقصر واسوان، دي منطقه سياحيه اثريه من الدرجه الاولى، وكلها اسبان وطليان في الاغلب. الالمان بيحبوا جدا مرسى علم. فاحنا عندنا لا هي على حتت- فكره كانت مليانه اجانب، هو ما فيش يعني أيوة، كان ما اولموست فيهاش ما فيش أجانب، ما فيهاش مصريين مصريين، خالص. بالظبط ايوه ده كده. حقيقي. ودي حاجه انا استغربتها جدا، لان هي على فكره كفلوس هي مش غاليه خالص 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 بس هي خالص. مشكلتها طبعا هي بعيده قوي أيوة قوي أيوة قوي هي يعني. قريبة من سفاجة، على فأنت فكره انا خلاص رحتها داخل على 3 مرات القصير سواقه، كنت بروح سواقه. اوه طب ده عشان هايل. انا بحب السواقه قوي. ما شاء الله. والطريق بتاع مرسى علم تحفه ده تحفه حقيقي، ده حلو حقيقي، ده جدا، حقيقي. كله جبال وفاهم يعني، هي خطيرة. وبحر الناحيه الثانيه. يعني هو جبال كده في الاول لايك مثلا ساعتين، بس أيوة. بقيت بقى 8 ساعات هي بحر 10 ساعات بحر تقريباً. على لا انا رحتها انا رحت طيران الصراحة. انا رحتها في 7 ساعات. طب حلو. انا مره رحتها، لا رحتها مره طيران، بس بقيت المرات كلها كانت سواقه بصراحه. طب حلو حلو. أنا رحت باخد شط سطايح عربيتي. هناك؟ مش فاكره الاسم، بس انا فاكره هنكوراب، وفاكره هنكوراب. ان الكلام ده طبعا كان اكتر أيوة. من لا 6 سطايح ده سنين. محمية طبيعية بتاعت دلافين. لا هو انا بتنزلي اصلا تعملي الاوتيل سنوركلينج مع الدلافين. الاوتيل او الكامب اللي انا كنت قاعده فيه كان فيه هاوس اوف دولفينز بعيد عن الشط مثلا بكيلو، فكانوا بيجوا. يعني كنت تبقى قاعد عادي على الرمله عادي جدا، ومش أيوة محتاج بقى لا سبحان تنزل الله، ولا سبحان تعوم الله، ولا سبحان الله. وتلاقي جنبك الدولفينز. يعني لا واعتقد في حنكوراب دوت هو المكان اللي فيه هنكوراب ده اللي فيه هي- الشجره العملاقه. ايوه بالظبط أيوة. كده. دي برضو منطقه رهيبه جدا، شجره في وسط الميه كده سبحان الله يعني. وفي شط تاني اللي هو فيه اسمها ايه اللي بتمشي دي، يعني بر مائيه ومائيه، السلحفه. عندنا السلحفه مش عارفة الكبيره دي اللي هي بتعوم كمان في الميه. فزوروا مصر يا جماعه، انبسطوا فيها جدا 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 في حتت كتير قوي. انا فاضل لي بس الواحات وابقى قفلت مصر. انا على فكره برضو الواحات ما رحتهاش برضو. يعني نفسي اروحها نفسي بصراحة. اروحها جدا، بس دي أيوة. بقى ابعد او مش ابعد. آه. هي مشكلتها ان الطريق بتاعها مش ممهد خالص، فده خوفني حقيقي، ان انا ده اطلع حقيقي. بصراحه. بس يعني من ايام ما كنت قبل ما اتجوز، بس احنا بقى لما اتجوزنا إحنا بقى نعمل الموضوع رحلة. صعب قوي. احنا نعمل رحله يلا برعاية كلنا البرنامج. احنا والتيم كله بالظبط كده. نطلع خلاص. احنا كده شوحنا. احنا كده شوحنا. احنا على فكره مش عايزين نطبخها احنا، أيوة. يعني بس في كده في السريع. اديتيها تشويحه سريعه جدا. بس جدا. ومع الفراخ اللي احنا اوريدي برضو هي بارده، فاحنا هنسخنها بس. ماشي. انا ممكن ادوق بقى عادي حته كده من هنا وفي قبل نفس الطاسه أيوة. هننزل التورتيا اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ياخد من طعم الجوسز بتاعت الفواكه سوري الفيجيتابلز أوكي. والتوابل، ما هي برضه الخضروات. اتبلت. ايوه بعد كده بس نحط كده. التورتيلا.
على حطينا التورتيه على النار. التورتيه. اوكي، عشان ياخد بقى كده شويه من الجوسز دي، ماشي. وبعدين هنقلبه ونبتدي بقى نحط نبيلد الساندوتش وخلاص خلصت الوصفه. بس كده. ده ايه السهوله سهله جدا صح؟ وسريعه وحلوه يا هو ست الكل هتروحي البيت تك 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 على طول. اكل امبارح تسخنيه تقطعي معاه شويه فلفل الوان. بس هنحط الجبنه دي والحاجات دي امتى؟ دلوقتي ما احنا هنبيلد جوه الساندوتش، هنبني بقى الساندوتش. هنعمله كذا لاير بالظبط. هي الجبنه بتتحط ملي عشان تلزق كل الحاجات دي مع بعض في العيش عشان ما يفكش منك. اوكي. وبس كده خلاص. طيب انا نفسي في حاجه نعملها كمان واحنا بنطبخ. اتفضل. عشان تاخدي كل حق سيده وتقولي لنا رايك في اللي بيحصل. فايه رايك ندخله معانا دلوقتي؟ اتفضل. ودلوقتي يا جماعه هنستقبل ضيفنا جوز الاربعه مره تانية عشان نشوف الشيف هتعمل معاه ايه. استاذ محمد امين، اتفضل يا فندم. اتفضل. حفله عليك النهارده يا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا. شيف اماني، ازيك يا محمد؟ عامل ايه الاخبار؟ يعني هي بقى صدمتني كانت انا صدمتني والله. انا هسيبك ترد عليها وانا هاكل وهدوقك معايا. انا دايما في بالي ده الراجل اللي هيتجوز 4 ده بقى يعني ليه صوره مختلفه لا، ما تماما انا مش عن جعفر الصورة دي. العمده، انا ما اتجوزتهمش مع بعض، انا اتجوزتهم في مثل مش ورا عارف بعض. ينفع اقوله ولا لا، اللي هو بتاع جوز الاثنين يا قادر. يا عم ماشي، ده لما يبقوا مع بعض. لا بس انا بص، هو طالما متفق. انا برضو عشان انا واحده ست فانا مش عايزه برضو نضايق المدام الحاليه. طبعا. لا هي بتتفرج فاهمه، لا هي علينا. متفاهمه طبيعي اكيد. بس خلينا متفقين دول مش مع بعض. ما هو ماشي، ما هو حبيبي اللي بيجرب مره ما بيكررهاش. لا ليه؟ والله ده بنسبه. تعال نخش نعمل ابحاث ونشوف. ليه يا باشا هترهبن؟ لا طبعا. هو انت بس لا، أكيد يعني لا. استعجلت قوي، انا شايف مش كده استعجلت. الصراحة. طب وانا اتاخرت قوي. طب تعالى نوصلها بطريقه ثانيه. يلا بينا. حد في سني ماشي. ارتبط بص كم الكاميرا مرة؟ صحيح، انت بتكلمني انا ليه؟ بكلمك كمل أنت، كلم كلم باشا. جمهورك. طيب يا باشا، حد في سني، كلم حد في جمهورك سني. اللي هينتقدك مش ارتبط. انا. حد في إحنا سني حطينا ارتبط كم جبنة. مره؟ استنى احنا بنحط الجبنه دلوقتي الجبنة. الاول على معلش التورتيه. ثانيه واحده. لا هو اكيد حد في سنك اكيد ما اتجوزش كل المرات لا دي يا ارتبط، محمد. ما قلتش اتجوز، قلت ارتبط. لا صح ارتبط لو كم هتتكلم مرة؟ فيها كده اوكي. حد في سني ارتبط كم مره؟ لا زيك على فكره. تقول لي كم اكتر مرة؟ بكتير. اكتر طبعا. انا بقى ما برتبطش. لا لو تتجوز. هنتكلم فيها السلام عليكم كده. وعليكم السلام، مرتاحين نفسيا، ايه رايك نتجوز؟ ده توكسيك يا جماعه 100%. ده انا ضد الكلمه دي. هو انا عشان كويس انا دلوقتي متلخبطه مش عارفه احكم عليه ازاي بصراحه. انا هو من وجهه نظري كراجل انا أيوة. ضد الفكره اللي هو انا مش بتاع عط ومش بتاع الكلام ده. حتى بص بقى وشي عامل ازاي. انا عشان يعني كويس. لو شغل هنتكلم- حازم بتاع السلم وتعملي الجزء الاول. لا ده. يا ما هو فأكبر دليل هو إن أنا المثل- اتجوزت وأنا لا صغير. هو المثل بص صح. لا شايف بس هل ولا انت إيه؟ نيتك ان انت عشان مش عايز يعني عايز تبقى ملتزم فعشان كده كنت بتتجوز؟ يعني انت نيتك ان انت والله داخل ده يبقى كل خير. علاقه قصيره ولا لا انت خلينا داخل بص، يعني for- حتى لو الشاب بيتجوز لغرض العفه فقط لا غير، فده مش لا، حرام ده ولا عيب. طبعا ده زي الفل. لا حرام ولا عيب. ولا نقدر ده نقول بس ده مش لكام هدفي. تلاتة لا كام. بس ده مش هدفي. ايوه. انا لا هدفي بجد ان انا استقر، بس انا هستقر. اه. خليني ليه اضيع سنه ونص خخطوبه، لان وبعد كده برضه اخش هنقفل علينا باب واحد، أنا عايزك هشوف تكلم بني ادم الجمهور، ما تاني. تكلمنيش. طيب احنا دلوقتي انا وحد ما اتجوزنا، او قبل ما نتجوز قعدنا سنتين خطوبه، ماشي. بعدين اتجوزنا الباب اتقفل، انا بشوف حد تاني خالص غير اللي قعدت معاه سنتين. ايوه. ده حقيقي. فهل بقى ده ليه سهل يا بقى؟ جماعة؟ طب ما انا سكيب الفتره اللي انا عمال اسمع فيها حاجات مش هشوفها قدام، أيوة. واخش على اشوفه على طول. ايوه. تمام انت عجبتني في حاجه. تمام نكمل، مش هقول. تمام. صح. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ايوه يا باشا، وعشان أنت كده بقول ما محتاج امضيش عين. مسلسل 6 حلقات. لا 6 حلقات ايه؟ لا احنا بنتكلم في حاجه طويله جدا. بقول لك بس- عشان كده. طب استنى، لا ثانيه واحده. انت ايه رايك في موضوع ما يمضيش قايمه ده؟ حضرتك ست بقى، قولي انت هنا. لا وجهة بص نظرك. انا مختلفه شويه في يعني برضو اي اجري مع اللي هو فرش البيت كله. ايوه ما هو ده ماشي يا جماعه. ده أيوة بس هو- في حته ما دي هو بس. قال دي نسبتها قد ايه في الواقع؟ ان كام راجل هيفرش البيت كله؟ لا، دي لما يبقى نقطة يقدر تانية، بقى، دي نقطة لما يبقى تانية. يقدر بقى دي يبقى نقطة يتجوز. يبقى ما حدش هيتجوز. لا انا مختلفه معاه في الحته دي، ولكن انا اي اجري معاه وانا اجري معاك. للشاشه يا استاذ. اي اجري مع محمد واي اجري مع خالد. ايوه. لما يبقى الراجل يعني هو عشان الراجل اتجوز فرش البيت كله، لا هو يمضي قايمه ليه؟ ما هو دي انما لو تمام. حد مش
خلاص بغض النظر عن، على فكره في ناس بتبقى قادره برضو ما بيفرش البيت كله، يعني هو بيبقى عايز مش مش عايز عايزك تتضايق ده عشان غلط. حاسك متضايق أنا مش مننا متضايق. دلوقتي. اي اجري ده اي اجري غلط. معاك على فكره، لا اي اجري معاك 100%. ده غلط. فاحنا لو الراجل مش عايز يفرش البيت كله، أيوة. طبعا لازم يمضي قايمه. أنا حاطين ماشي الصور ليه بقى؟ كده. ليه؟ ما هو ليه مش لا، عايز الساور يفرش كريم ده البيت في كله يا الاخر فندم؟ هندبدك. ليه مش عايز أوكي. يفرش البيت لا دي يعني ممكن أدوقها بقى مش كده. عارفه يعني، هو دي انا مش هو هندخل في ربنا ما قالش كده، النفسيات. ربنا قال قادر تسكن وتاكل وتشرب اتجوز، مش قادر ما تتجوزش. 100%. والله هو ربنا قال حاجات كتير يا ريت نعمل بيها، ما نختارش اللي احنا عايزينه ونسيب اللي احنا مش انا عايزينه. بعمل بكله. لو ما شاء الله عليك، ما شاء الله يا جماعه، بجد مثال. يعني لو ما كنتش متجوز كنت عملت لك اعلان للجواز. لا يا عم، لا لا تمام، شكرا مرضيه. انا ده انا والمصحف متني، انا ما حد تهناه. ما شاء الله، الله اكبر. ما شاء الله. فين الخشب يا جماعه؟ لا هي اصلا كده اصلا المفروض تحس ان هي فيري سبيشال يعني. لا جدا. هي شي واز ذا لا فورث. طب اقول لك على احسن حاجه مخلياني مبسوط بجوازي وبيتي، ما شاء الله، انه محدش عارف عنه حاجه. ما شاء الله، ما شاء الله. اوكي. محدش عارف عنه بيأكد لي حاجه. برضو ان هو توكسيك كلامه كده، يعني في اللي هو جذاب، وعندك انت كده طريقه، والله العظيم انت مش سهل خالص. لا يا على عم أنا فكرة. سهل والله. قدام الجمهور والناس اهو بقول لك والله انت مش سهل. وانتوا يا جماعه احكموا وقولوا، وانت ما كانش مكانك معايا، انت محتاج رضوى الشربيني هي يا عم اللي هعمل ايه هتطلع برضه منك كل الشربيني؟ حاجة. مع كامل الاحترام طبعا وحفظ الالقاب، هي مش قصدي حاجه. منطقتها يا شيف. هي بقى هتقول له بقى الجوازه الاولى، الجوازه الثانيه. لا بس على فكره التالتة. هي رضوى الشربيني مش تقفش عليه. بجد؟ لانه دي هتسمع بس 4 خلاص لا كده. لا لانه هو ما كانش قصده ان هو يتجوز ال4. مثلا هو ما ايوه. كانش قصده. طب هسالك وبعدين؟ سؤال، هسالك سؤال. اتفضل. اتجوزت مره، تمام، بكل أيوة. العادات والتقاليد الصحيحه والاصول الصحيحه المصريه اللي بيتقال عليها في الكتب وبره ماشي. الكتب. ايوه. اكتشفت بعد الجواز يا معلم انك مش في حاجه مش مظبوطه، مش مرتاح. ما انا مشكلتي ان انا مش روتيني اسمعني بقى، خالص. اوكي. مش مرتاح. اه هتبقى عايز ايه؟ تنفصل. بالظبط. ايه اللي هيوقفك؟ العيال. وايه تاني؟ لا وبس. القايمه. والقايمه. ما انا بقى ال- انا اصلا خالد مش هيوقفه القايمه، انما لا كام استنى، الف وانا في بقول تاني لك هيوقفوا الله اعلم القايمة؟ انا اصلا هكتب قايمه ولا لا. طب اما لا بتعارضني مش الله ليه؟ اعلم، انت لازم ما نقرر هو- من طب دلوقتي. بتعارضني نفس ليه؟ لا 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 مش بعارضك والله، انا معاك. انا لو ربنا كرمني وجبت البيت وفرشته كله على مزاجي من اوله لاخره، اكيد مش هكتب قايمه. مثلا هكتب طب قايمة هو ليه؟ ده اصلا ده الصح. عارف ليه ده الصح؟ ايوه. كمان في غلطه كمان في اسلوب هو ده يتاكل يا شيخ؟ بس انت لسه جعان ولا مقطعها. ثانية واحدة. عايزين ندوق. ماشي. اتفضل قول. في غلطه في نشأة الشباب هنا بقى. الشاب بيطلع من بيت اهله طبعا. على بيته زيه هنا؟ زيها. يعني العروسه ماشي. طالعه من بيت اهلها على بيت جوزها، وهو كمان طالع من بيت اهله على بيته التاني. ايوه. حبيبي ما يعرفش يعني ايه عيشه حاجة لوحده. حبيبي ما يعرفش يعني ايه مسؤوليه بيت. حبيبي مش فاهم ان هو لا، انا بالنسبه لي الشاب لازم بعد على الاقل ما يتخرج ينتقل للعيشه لوحده في بيت فاضي، ويفرشه من الالف ده للياء حقيقي. من بيت ده فاضي حقيقي. قاعدين لوحده ناقصها لسه. ويلتزم. هم بس بيصوروها كمان، فانت أوكي. ممكن عايزاها هنا تاني ولا نقطعها منها؟ عشان اتفضل حضرتك، نقطعها كلها هنا. سامعينك والله. ويلتزم بايجار وكنترول. ويلتزم باكل قطع يا وشرب شيخ. نفسه، ويغسل لنفسه ويعمل لنفسه، يبقى ماشي. قادر ان هو يبقى فاهم يعني ايه بيت. لازم دي. انا عايزك تكلم الجمهور اكتر ما تكلمني بليز. لا انا بكلمك انت عشان ما هو انت ما أنا بقى- سامعك، إحنا بس أنت بص للجمهور. الخصومه بقت معاك انت دلوقتي عشان انت لا، ليه؟ انت ليه؟ أنا متارجتني. معاك والله. لا انت ضدي. انا معاك. انت ضدي. انت لا بص مشجع انت فيمينيست. انت صح، انت صح. اوكي. اونستلي يعني آه. يعني لو الراجل، انا بتكلم على أنهي محمد، بنك؟ لو فعلا الراجل مش قادر ان هو يعيش لوحده على الاقل. او مش فاهم يعني ايه مسؤوليه. ايوه. بس احنا ما عندناش برضو الثقافه دي. ما انت هتشجع ان الرجاله تنفصل عن اهلها ده الصح يا فندم. ده الصح يا مش فندم، عارف، ان دي هو أنا يبقى قادر مش يشيل عارفة. مسؤوليه نفسه، عارف يعني ايه بيت، بيدور البيت ده ازاي، البيت بيدور ازاي. انما بجد ايوه بس ما انت لو عملت كده، انت معناها ان انت بتتكلم ان الولد قبل ما يتجوز لازم يجيب شقه لوحده بقى. ايجار. لا، وانا دي بقول روح كده يملك بتبقى يأجر حاجة شقه. تانية. لا حبيبي يأجر شقه. دونت فورجيت وي ار ان ايجيبت. واتس رونج وذ ذات؟ واتس ايه رونج ايه المشكله؟ بس؟ هو احنا هو في في ايجيبت حاجة الايجار تانية. بكام بتكلم على والحياه على بكام الشباب. والدخل بكام والدنيا بكام. طب ايه المشكله؟ ما هو برضه لا، فكر. طب يعني هو مش انا اللي افكر؟ يعني هو مش قادر فكر. يعمل أيوة. كل ده الشاب وقادر النهارده يتجوز؟ مش عايز يقعد في بولاق ولا ارض يا اللواء، هو خالد، برضه يا شايف خالد. كومباوند وشايف حاجات. فين اللوجيك في اللي انت بتقوله؟ فين المنطق؟ يعني هو مش قادر يعيش نفسه في شقه ايجار ب 3 4000 جنيه في الشهر ايوه. وياكل نفسه بس. ايوه. ما هو انت فراح كده بتتكلم يتجوز. في مينيمم 15000 وهو لوحده. طب هيروح يتجوز بقى ما واحده بقى تشاركه وتساعده ويكونوا وتشتغل معاه حياة. ويدخل. لا هو ايه ده؟
ايه ده لا الطبيعي طبعا بتاع الدنيا. لا طبعا انا اصلا بالنسبه لي ما تضايقوش بقى يا ضد خالد. ضد شغل هو بحاول المرأة. ما الست أضايقوش دي بس مش لبيتها. قادر. امتى تشتغل الست؟ حاجه من أهي. الاثنين، اه يا لان في الظروف اللي احنا فيها دي أها. الدنيا غاليه، لو بالظبط. الراجل مش قادر يكفي مصاريف البيت وهي آه. نازله تساعد ايوه ويتحمل بقى حبه المعايره اللي هيتعملهم بالظبط. في كل خناقه، اوكي. يا ها انا حاسسك أونر. زعلان مني. لا والله لا ما تزعلش. والله ما اقدر والله العظيم انا العظيم بنكشك أبداً. عادي. والله ابدا ما أزعل. اتجوز يا اونر تسعة. يا ده اونر ربنا لا يا حلل باشا، ده. هي انا مرضيه على كده، قفلت انا على كده. هقول حاجه غلط يا ده باشا، بالعكس. لا يا باشا انا وقعت يا جماعه شكرا. اللي عنده مقدره يتجوز وهيعدل يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه بس باسباب ويعدل ما بينهم، والقلب ده مش بايدينا. افرض انت يا سيدي حبيت اتنين، حد هيقول اقول لك لك على حاجه؟ حاجه في موضوع واحده واثنين وثلاثه واربعه ده، بس تكون راجل عادل. اديك صدمه بس في موضوع واحد واثنين خير، وثلاثه واربعه دي. خير، ربنا طب انت يستر. تعرف ان الطبيعي للمسلم اصلا التعدد؟ نعم. الطبيعي التعدد اللي هو للمسلم ازاي حضرتك يعني؟ التعدد. باسباب يا ربنا حبيبي. سبحانه، اسمعني بس. باسباب يا لا لا بابا. من غير اسباب. لا اللي من غير اسباب أنا ما اللي بقول لك بتخلفش بقى، من تتجوز غير واحده أسباب. تانية. لا لا من غير لا أسباب. طبعا والله مفيش من غير الكلام- اسباب. مفيش الكلام اقسم ده. بالله من لا غير طبعا اسباب. لا لا من غير طبعا. اسباب. اوه بقى يا يا عم جماعه يا ردوا عم- علينا يا عشان عم انا اتضايقت والله بقى. العظيم بكلمك لأن من بجد. غير اسباب ازاي والله يا شيخ؟ من بكلمك غير بجد. اسباب بيقول لك من غير اسباب. هو يعني احنا لو هنتكلم حبيب في قلبي الدين في هو الدين. صح. من غير اسباب. ربنا ما من غير حددش أسباب؟ اسباب. ما لا حددش طبعاً يا أسباب. جماعة، والله في ما إيه؟ حدد لا هو اسباب. ربنا ما حددش اسباب، ولكن ربنا قال ان لازم تبقى تعدل. الكل يبقى عارف. لازم إيه تبقى ده؟ تعدل. ويبقى بس عادل. بدايه لا. العدد في الايه كانت كام بقى؟ اهو ما قالش فرد ومثنى، قال ايه؟ قال مثنى وثلاث ورباع. باسباب. فان لم تعدل أيوة. فواحده. بدايه العدد اللي هو قاله كان كام؟ مثنى. مثنى. يبقى آه. بدايه الموضوع اصلا ماشي. 2 اوكي 3 بناء 4. على إيه؟ ما عرفتش خد كل. ما عرفتش تعدل خد الدنيا. كل. دوق ارجع قول لنا بقى إيه ايه رأيك في اخرك ال- واحده. ممكن اقول حاجه ومش قادره. لا قولي والنبي يا شيخ. قولي بالله عليك. قولي بالله عليكي واحنا بندوق. انت أنا اتكلمي هسكت. وانت بتدوق. لا 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 احنا بنعمل ماشي. تاكل. بنعمل يدب بقى dip ده في هنا. الساور كريم وبعدين نعم. ديبت في البيكو دي جايو. كمان أيوة. ودبت وانس. ماشي بسم الله ديبت بقى في البيكو دي جايو dip it او once. ممكن تحط بالشوكه. قولي يا شيف احنا هناكل وانت قولي لا والنبي. لا خلاص قولي بقى. انا هموت واقول حاجه بس مش طب هقول. انا قولي، اتمنى اسمع. قولي ليه ولا انا لازم ليه؟ اسمع. لا ده انا ليه ولا ليه ليك؟ ولا ليه؟ ولا ليه ولا ليك؟ لا لا دي حاجه رايي ما انا بقول لك ولا ليه ولا طب ليك؟ قوليها لا لا مش هقدر مش هقدر. طب هند الرقابه تمنعني. الرقابه في ورا الكاميرا. يا جماعه انتوا بقى قولوا لنا رايكم في اللي هو بيقوله واللي انا بقوله واللي الشيف بتقوله، وشوفوا انتوا بقى ايه، احنا لو فتحنا الكومنتس على التوبيك ده واكدوا لنا يعني- معلومه مثنى وثلاث ورباع دي ليها حقوق ولا يعني ليها اسباب ولا لا؟ يا باشا والله كل ما هترجع بالتاريخ ورا It's هتلاقي true. ماليش دعوة- المسلمين ماليش دعوة بالتاريخ، كانوا ماليش دعوة بالدين. متعددين ما هو متعددين على حاجات. لا It's true, it's بدون true. كونديشنز. اللي هو بيقول حلو الأكل؟ بدون كونديشن إيه اصلا رأيك في الاكل الكاسة تحفه دي؟ بس بأمانة. الموضوع اهم بالنسبه لي اصلا. خلاص هاخد القطمه دي محمد وهنختم والله. تحمس جدا. يا حبيبي يا حبيبي ربنا لما خلق سيدنا ادم في الجنه، ايوه تخيل الجنه امم خلق له بقى متعته ايه؟ حواء حواء. يعني شوف أيوة. الجنه دي كلها وراحت مخرجاه منها. يا عم ده يا ريتها قعدته ما بيها. هو عشان كده وضع القوام. ليه؟ لان الست دايما تميل للممنوع. ايوه الممنوع مرغوب. لا دي حاجات نزعل احنا بقى مش هنتكلم دلوقتي. فيها. ده ربنا اللي قاله وانا اللي قلت. هبتدي بقى لا، لا، اتكلم لا، معاك. لا، 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 انا لا، اكتر لا. واحده مش أنا. فيمينست ممكن بس تقابلها مش- في بس ده حياتك. انا مستني 1% فيمينست لا يا جماعه. هو ما جمعش بينهم. فيمينست دي لو أيوة. هو كان بيقول فيمينست. كلام مش يعني فيمينست. هيجي على البنت، انما كل ده الكلام اللي هو كويس. بيقوله بصراحه ما بيجيش على البنت. اوكي ما عشان هو- كده ما هو ده كلامه المعقول. يعني بيجيب هو ما رجليه جمعش يعني هو ما ماشي. جمعش ايوه وما خلاش واحده مثلا تفرش البيت وما كتبت وما كتبش قايمه. لا هو فرش حاضر. البيت كله. لا. هو الراجل عامل يعني ماشي. everything اللي هي تخليني ابقى معاه. ان أيوة. هو مدلع كلام الست فعلا. اللي معاه. بالظبط. اوكي فدي اوكي. لا احنا بقى بنتكلم في حاجه تانية. هو بقى دخل بقى في حته بقى التعدد ده أيوة. الاساس ولازم الراجل فاحنا لا، بس أنا- للاسف بس أنا مش الشديد هعمل يا كده. جماعه والله أنا مش هعمل انا كده. انا يعني بعتذر لا لك. مش هعمل كده والله انا مرضي. صلح بقى عشان ما دام لا مش تتفرج بصلح، علينا هي عارفه دلوقتي. والله العظيم. هو الجمهور هي خلاص شاف وعرف وكل حاجه ووقتنا خلص. لا طب اقول بحبك يا نسمه. ايوه ابدا. اهو أبداً. عرفت توكسيك 100%. الرابعه والاخيره. وانتوا احكموا وقولوا يا جماعه. نسمع انت يور فيري لاكي على فكره. يور فيري لاكي يعني محظوظه ها؟ ايوه عشان هتسالني هناك. الترجمه بننزل يعني الترجمه. وخلينا مع الست نتقابل اوف كاميرا عشان نقعد نتكلم انا وانتي. اقول لك كده على شويه حاجات. بالظبط كده. جمهوري العزيز جبت لكم محمد امين النهارده
جوز الاربعه علشان تعرفوا جعفر عمده الغلابه. بالظبط كده. وفاشن موديل يا جماعه، انا عرفت ليه النهارده هو بيعمل الموديلنج والستايلنج. شرفتني ونورتني الشرف بجد ليا، والله العظيم. الشرف ليا. واوعى تزعل مني. اوعى تزعل مني، يعني ده كله هزار وضحك وموضوع قابل انا للنقاش. مبسوط والله العظيم. تسلم بجد ايدك يا والله. شيف كالعاده. ميرسي. الاكل حلو قوي 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 قوي، وشكرا ان انت كنت محايده في اللقاء معانا النهارده. انا مش محايده قوي. ما انا كنت فاكر كده، كنت فاكر كده بصراحه. انا سايب لكم الموضوع انتوا يا جماعه، قولوا لنا بقى انتوا رايكم وكل تفاصيلكم، واستنونا الثلاث الجاي بضيوف جداد، وان شاء الله اكل هتعجبكم اكتر. ومش هقدر اقول له حاجه. سلام.